السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير يا رب. كل سنة وانتم طيبين. طبعا بنبقى محتارين كل يوم هنعمل اكل ايه في رمضان. جبت لكم الفكرة دي لو حابين تعملوها. النهارده هعمل طاجن لحمة بالبصل وبامية ويكا، وكمان هنعمل حواوشي. انا هنا طبعا حطيت معلقة سكر في الحلة بتاعتي، كرملتها وبعد كده نزلت بالبصل مقطعاه قطع صغيرة، وبدأت اقلب فيه لغاية ما ياخد معايا لون الكراميل دوت. بدأت أقلب بقى في البصلة لغاية ما تاخد اللون الكراميل اللي أنا عايزاه، وبعد كده هنزل بشوية زيت ذرة. مش هحط أي مادة دهنية لأن عندي اللحمة هنا ملبسة كده، ومش محتاجة إن أنا أزود المادة الدهنية تبقى يعني دسمة. احنا عايزين حاجات خفيفة كده على الفطار ما تقلش معانا. ادي وصلت للمرحلة اللي انا عايزاها من البصل، وبدأت انزل باللحمة مقطعة قطع صغيرة على حسب ما انت عايزة، وابتدي اقلبها تقلبتين كده. يبقى معايا التوابل، معايا ورق لورا، ومعايا رشة من الحبهان، ومعايا آه، رشة من شوية بهارات، معلقة صغيرة بهارات. ولو عايزة تحطي جوز الطيب حاجة بسيطة حطيها، وطبعا فلفل اسود. مش هحط الملح خالص الا في الاخر لما اللحمة بتاعتي تستوي، ويبقى خلاص كده اخر حاجة هطفي عليها. كده هبتدي ان انا اطفي على الحلة. يبقى كده خلاص اللحمة بتاعتي استوت. ابتدي احط الملح، هنزل بقى بالبهارات وهقلبها تقلبتين كده واغطيها، ومش هزود ميه ولا اي حاجه. هي تاخد وتدي مع نفسها كده، هتنزل منها الميه ومن البصله كده واللحمه لغايه ما تستوي خالص معايا. هغطيها، وزي ما انتوا شفتوا رجعت لها بعد شويه لقيتها برضو نزلت شويه ميه اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا ما زودتش ميه ولا اي حاجه. وهي بصوا دي المرحلة الأخيرة بقى قبل ما أحط الملح. خلاص اللحمة بتاعتي استوت خالص، وما زودتش أي مية. عايزة بقى تزودي الصوص يبقى زيادة، حطي زودي شوية مية صغيرين. وهبتدي ان انا انزل بمعلقه من دبس الرمان، بتعزز طعم الطاجن بتاعي، تديله طعم حلو جدا. لو ما عندكيش مفيش اي مشكله، الطاجن برضه هيطلع معاكي احلى طاجن لحمه بتعمليه، يبقى طعمه حلو جدا. وهبتدي بقى انزله في الطاجن الفخار بتاعي علشان ادخله قبل الفطار كده تحت الشوايه، ياخد لون حلو كده. ويبقى كده اول حاجه من الاكل بتاعنا خلص. نعمل بقى شويه رز جنبيه. في كمان بيتاكل الطاجن ده بيتاكل بالعيش. انا هعمل شويه رز ابيض بسيط، وهبتدي اعمل الباميه الويكا. كنت مفرزه باميه في الفريزر. هطلع كده الباميه واحطها في الكبه بتاعتي وافرمها. عايزه افرمها ما بحطش ميه ولا اي حاجه في وانا بفرمها، ولا شوربه ولا اي حاجه. بفرمها زي ما هي كده. هتشوف الفرم اللي انا عايزه افرمه. مش طبعا بطحنها قوي تبقى بوريه، لا، تبقى يعني فيها قطع من الباميه، حاجه صغننه خالص. هتشوفوا ده الشكل اللي انا عايزه اوصله بالشكل ده. هاخد جزء من الباميه، مش هعمل كل ده لان هي لما بحطها في الشوربه بتزيد معايا وبتتقل كده. فهاخد حوالي نص ساعه كده، وابتدي ان انا طبعا الشوربه تبقى عندي بتغلي، وانزل في الباميه واقلبها كده، واغديها كده كام غلو لغايه ما تستوي معايا. وبعد كده هنعمل لها طشه زي طشه الملوخيه بالظبط. توم، وهاتي بقى سمنه بلدي او زبده اللي موجوده عندك، وشويه كزبره، وانزل عليها على الباميه. يبقى كده طاجن الباميه بتاعي خلاص جاهز. هنعمل كمان حواوشي. لو لسه مكملين معايا لغايه دلوقتي اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. لو انتوا لسه جداد عندي طبعا اتشرفت بيكم ونورتوني. اي ضيف جديد بينورني طبعا وبيكبر عائلتنا، عشان ان شاء الله قناتي مش هتكبر الا بيكم. انا هنا بعمل طشه الثوم. حطيت شويه زيت على حته قطع الزبده وثوم وكزبره، ورحت نازله بيها على الباميه. وهقلبها بقى كده. وادي كده تاني حاجه جهزت معانا. عملنا اول حاجه طاجن اللحمه بالبصل، وكمان ادي الباميه. يبقى كده هنعمل كمان الحواوشي مع بقى شويه طحينه عشان الحواوشي، وشويه مخلل كده، وطبق الرز الابيض. ادي كده اكله، وعملنا 3 اصناف من الاكل، وسريعه وكمان حلوه جدا. عملت الحواوشي علشان عندي بنتي كوكي ما بتاكلش لحم البصل، فعملت لها طعم الحواوشي عملته لها. واحنا هناكل الباميه الويكا وطاجن اللحمه.
وطبعًا كنت مخلّلة بقى زيتون وليمون معصفر هاطلّعه جنب الأكل، يبقى كده تمام الأكلة جميلة. وأنا اديتكم كده فكرة، اللي حابين تجربوها أو تنفذوها في أي يوم في رمضان أو أي يوم عادي. طبعًا بنبقى محتارين كل يوم هنعمل أكل إيه، فطبعًا ده الأكل جبت لكم فكرة. دلوقتي طبق طاجن البامية وطبق الرز، وادي الحواوشي وبامية الويكا والعيش والطحينة، وكده يبقى تمام. عايزة أوريكم بصوا اللحمة مستوية خالص ومهرية وطعمها جميل جدًا، لإن أنا مش أول مرة أعملها، أنا باعملها بنفس الطريقة دي على طول. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم والأكل عجبكم، وعايزة أعرف رأيكم وبتتابعوني من أي بلد، وأتمنى إن شاء الله تشتركوا في القناة. كنت معاكم سولا، ودي قناة منوعات سولا، وأشوفكم على خير إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. أسيبكم في رعاية الله. مع السلامة.